السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ شاشو. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم عليكم. تعالوا نبدأ مع بعض الفيديو بتاعنا بسرعة. هنعمل مع بعض النهاردة البقلاوة او الجلاش الحلو بطريقة سهلة جدا وبسيطة. عندي هنا كوباية سكر ونص كوباية مية. طبعا في اي حلويات شرقية بنبدأ بالشربات. عندي هنا معلقة عسل كلوكوز او عسل نحل. عملت قبل كده معاكي الشربات في الكنافة بنفس الطريقة ديت، ووريتك اللي انا كنت مخزناه من سنة بنفس الطريقة ديت، مش بيجراله اي حاجة لو انت بتحبي تعملي كمية كبيرة. بس صراحة انا قعد معايا كتير، فقلت لا انا اعمله طازة بطازة يبقى احسن بكتير، وهو مش بياخد حاجة، 8 دقايق بالظبط على النار. نص ليمونة زي ما احنا عارفين ورشة ملح. حابة بقى تنكهي بقى اول ما يغلي تقومي حاطة فانيليا، حاطة قرفة، الطعم اللي انت تحبيه. 8 دقايق بالظبط اول ما يغلي وتدفع عليه النار، ويبقى كده الشربات بتاعك خلص. تاني خطوة هنعمل الحشوة مع بعض. عندي هنا نص كوباية من عين الجمل ونص كوباية من السوداني، هنفرمهم في الكبة. السوداني اللي انا استخدمته ده سوداني سوري، بيجي متقشر ومتحمص، بأمانة سهل جدا وبيوفر عليكي وقت ومجهود. انا هقلبهم بقى في بعض كده زي ما انت شايفاها. بعد ما فرمتهم هنقلبهم في بعض. هحط عليهم نص معلقة من القرفة، والقرفة اختياري بس هي بصراحة بتدي طعم حلو جدا. هحط طبعا ذرة فانيليا سايلة او بودر لو عايزة. عشان نمسك الحشوة بتاعتنا هحط عليهم معلقتين شربات او عسل نحل. هنقلبهم تقليبة، والشربات او العسل النحل بيمسك الحشوة بتاعتنا ما تقعش. لما نيجي ناكل الحاجة ما تقعش منها، سواء في الكنافة او في اي نوع تاني حلويات انت بتعمليه. بعد ما قلبتهم هركنهم على جنب. هنحشي بقى دلوقتي البقلاوة بتاعتنا او الجلاش الحلو. عندي هنا نص كوباية سمنة على معلقة زبدة كبيرة. تقدري كمان تعمليه بالسمنة البلدي براحتك. هندهن بقى الصاج بتاعنا ونحشي الطبقات بتاعتنا. تقدري تحشيه، يعني انا هحشيه على مرتين، يعني بين كل طبقات كده بين 4 5 طبقات تحطي الحشوة. انا هعمله على مرتين، تقدري تكرري العملية 3 لو انت حباها تبقى عالية شوية. هسوي هنا الصاج بتاعي على قد ما اقدر، وهحط هنا 4 طبقات. طبعا الجناب زي ما انت شايفاها كده هتبقى اخف من في النص. فهقسم ورقة وهحطها في الجنبين برضو على اساس يبقى كله سوا واحد. وهحط نص الحشوة بتاعتي، وبعد كده اكرر العملية. وتقدري تحشي الجلاش بتاعك اي شكل من الاشكال. تقدري تعملي صوابع، تقدري تعمليه مربعات صغيرة، تقدري تعمليه اشكال كتير للبقلاوة صراحة. في صينية مدورة وتقطعيها مثلثات. بس هي الطريقة واحدة، والشكل اللي انت بتحبيه اعمليه. لو حابة نعمل اشكال تانية قوليلي وانا ان شاء الله اعمله معاكي. زي ما انت شايفة كده هبدأ اكرر العملية تاني كمان مرة لغاية ما نوصل للاخر. حشيت الطبقات بتاعتي زي ما انت شايفة كده كلها. تقدري كمان تعملي طبقة تانية، تحشيها طبقة تانية كمان لو انت حاباها تكون اعلى من كده شوية. هبدأ دلوقتي اقطعها بالطول زي ما انت شايفة كده، وبعد كده اقطعها مربعات. انا الشكل اللي انا هعمله النهاردة شكل السمبوسك اللي هو المثلث. لو انت حابة تعملي شكل تاني براحتك، حابة تحشيه كمان صوابع زي ما قلنا براحتك. الاشكال مختلفة كتير بس الطريقة واحدة، والطعم في الاخر بيبقى واحد برضو زي ما انت شايفة كده. انا بعد ما هقطعه كله هقوم ساقياه او اخر طبقة بالسمنة، وبعد كده ادخله الفرن على درجة حرارة وسط لغاية ما الاحراف بتاعتي تحمر من الجناب. وبعد كده نولع عليه الشواية تاخد لون على طول. والجلاش بتاعنا بيتسقى على طول وهو سخن، ما تسيبوش يبرد. لازم طبعا الشربات بتاعنا هيبقى بارد، ونقوم اول ما نطلعه من الفرن على طول نقوم ساقيينه بالشربات بتاعنا. وبس كده، ما بياخدش وقت خالص، حوالي ربع ساعة في الفرن.
خلصت البقلاوة بتاعتي وسقيتها على طول بالشربات بتاعها. بس انصحك نصيحة، لما تعملي البقلاوة اعمليها من على بيات، يعني هي حاجة تنفع جدا للعزومات. لو انت بتعملي عزومة تعمليها من على بيات وتسقيها وتسيبيها لتاني يوم ان شاء الله، بيبقى طعمها تحفة صراحة لما تبات. بس كده زي ما انت شايفة كده شكلها حلو جدا وكمان طعمها بجد تحفة. اتمنى الفيديو يعجبك النهاردة، واتمنى تقولي رأيك في التعليقات. شكرا ليكم، سلام عليكم ورمضان كريم عليكم يا رب.